يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهاردة اشارك معاكم يوم من ايامي بإذن الله يعجبكم وتستفادوا منه ولو بحاجة بسيطة. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تضغطي لايك، ولو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة. ويلا بينا نسمي الله كده ونبدأ يومنا مع بعض. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. ربنا يسعد صباحكم ويسعد ايامكم وتكون حياتكم كلها جميلة وزي الفل بإذن الله. اول حاجة هنعملها مع بعض هنمسك التلاجة نغسلها غسلة عميقة جدا، اللي هي الغسلة بقى اللي هي قبل رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. اول حاجة معايا هنا في البولة دي مية تكون دافية دافية مش سخنة، تكون يعني فترة كده. حطيت معاها شوية خل ونقطتين كده من السائل بتاع المواعين او البريل، وهنمسك بقى التلاجة نغسلها غسلة كويسة كده. تمام. الاول افضي الحاجات اللي فيها، وعايز اقولك برضو لما تيجي تغسلي التلاجة سواء غسلة عميقة او غسلة على الوش كده، دايما اختاري يوم تكون التلاجة يعني مشطبة فيه، يعني يكون يوم في اخر الاسبوع كده ولسه ما اشتريتيش طلباتك يعني، فاغسليها في اليوم ده بحيث لما تجيبي حاجتك بقى ترصيها على نظافة، وعلشان ما تغلبيش نفسك يعني تطلعي حاجات كتير وترجعي تدخليها تاني، فلا اختاري يوم تكون التلاجة يعني شبه مشطبة فيه كده. تمام. وبرده كذلك الديب فريزر، يعني لو بتفرزي حاجات لرمضان او في اي موسم تفريزات عامة يعني، برضو يعني الحاجات اللي هي اللي هتستخدميها في التفريز سواء الديب فريزر او التلاجة او الفريزر بتاع التلاجة يعني، برضو نضفيهم وفرزيهم كده. الحاجات اللي ملهاش لازمة، الحاجات اللي هتستخدميها الاول، الحاجات اللي بقالها كتير يعني، فافرزيها كده الاول واغسليهم ونضفيهم قبل لما تبدأي تشتري طلبات التفريزات، علشان ما يكونش مجهود مضاعف عليكي، لان التفريزات اصلا والتجهيز الحاجات للتفريز بتاخد غلبة ومجهود، فما يكونش مجهود مضاعف عليكي. لا انت هتكون اصلا يعني مخلصة التلاجة مشطباها ومنضفاها هي والفريزر، فهتعملي التفريزات بتاعتك وترصيها على نظافة على طول. المهم هنا غسلت التلاجة بالخلطة اللي عملناها، المية الدافية والبريل وكده والخل، وبعدين هنشفها كده بفوطة تكون ناشفة او قماشة ناشفة. ودلوقتي هسمعكم صوت النظافة بقى. اول لما بسمع الصوت ده بقى بحس براحة نفسية كده وسلام داخلي كده ان الحاجة لا نطفت بصراحة. فالمهم هنا بعد لما نضفناها وغسلناها غسلة كويسة بنشفها بقى كويس قبل لما اشغلها برضو، وهسيبها كده شوية فصل الفيشة برضو تنشف كده لوحدها. على ما اغسل الارفف وكده هتكون هي نشفت. تمام. دلوقتي هغسلها برضو من بره بنفس الطريقة. كنت بحاول اشيل الاستيكر اللي على التلاجة من بره ده بس معرفتش، بس ان شاء الله هحاول معاه برضو اشوف له طريقة اشيله بيها، لانه قشر يعني، كان عليه رسومات ورد وكده، الرسومات دي من الغسيل وكده قشرت ومسحت، فعايزة اشيل الحاجات دي. المهم عايزه اقول لكم يا بنات، الاجهزه الكهربائيه بتاعتنا يعني نعملها كده كأنها عيل من عيالنا، والله العظيم بكلمكم بجد. في الايام اللي احنا فيها دي نحافظ على الاجهزه بتاعتنا جدا، لان عايزه اقول لكم الحاجه اللي بتبوظ يعني ما عادش بتتصلح. وعايزه اقول لكم ان الحاجه لو باظت مش هنقدر اصلا ان نشتريها. يعني الكبه بتاعتي قلت لكم والله العظيم داخله بسنه ونص كده عطلانه، وكل مدى ما سعر تصليحها بيزيد. يعني الموتور كنا سالنا عليه من حوالي سنه او اقل من سنة كمان، يعني كان بيقول حوالي ب90 جنيه او ب100 جنيه. دلوقتي زوجي راح يسأل علشان يصلحها لقى 250 جنيه، هتكلف 250 جنيه. فلكم ان تتخيلوا بتزيد اكتر من النص كمان. فنحافظ كده على الاجهزة بتاعتنا ونعملها كده معاملة حنينة كده علشان يعني تعيش معانا اكتر ان شاء الله. تمام. هنا غسلت الارفف كمان، والبرطمانات اللي كانت في التلاجة غسلتها وسبتهم كده عند البلكونة علشان ينشفوا معايا بسرعة ونرص حاجتنا يعني. ما شاء الله اللهم بارك، تحس ان التلاجة كده بتضحك ومبسوطة من الفرحة، علشان غسلناها ونضفناها تنظيفة كويسة. وانا دايما ايدي فيها على فكرة، يعني دايما بغسلها على طول، بس مش دايما بطلع الارفف والحاجات اللي فيها وكده واغسلها. يعني بلمع الارفف وهي موجودة فيها يعني وكده كل اسبوع قبل ما نشتري طلبات السوق.
واي حاجه مثلا طماطم طريت او كده باخدها علشان اعملها افرزها. فدايما ايدي فيها يعني علشان انا بس اللي بطلع منها الحاجه وكده، مفيش يعني اطفال تبهدل او كده، فالحمد لله بتقعد معايا فتره طويله نظيفه. المهم هنا هنرص حاجتنا، وزي ما قلت لكم ان بختار يوم يكون ما عنديش خضار كتير او فاكهه كتير وكده، علشان ما افضلش اطلع وادخل. ومثلا لو في فراوله او حاجات من دي او بلح او كده، الحاجات دي لما بتفضل بره التلاجة شويه بتبوظ بتطرى يعني وكده. انا بقول لكم ده نعناع اخضر منشفاه وحطاه كده برطمان، والبتاع ده كده الشربات بتاع الحلويات الشرقيه لما بكون عامله كنافه او جلاش او حاجات من دي ويتبقى مني شويه، ما برموهمش يعني، بسيبهم كده في برطمان، ولما اجي اعمل مره تانية باخدهم وازود عليهم. تمام. فالبرطمانات اللي هي بتاعه الصلصه والحاجات دي والمربى وكده بتنفعني يعني في حاجات كتير. وهنا هنرص حاجتنا. وهنا بقى هعمل معاكم حاجه كويسه خالص بتخلي برضو التلاجة تفضل ريحتها حلوه وما يكونش لها ريحه يعني نفاذه او ريحه غير مرغوب فيها. معايا هنا قطعه فويل او ممكن طبق صغير كده وصغنطوط تكوني مستغنيه عنه، وحطيت فيه قطعة فحم وهحطهم يعني في جنب كده على رف التلاجة. الفحم ده بيسحب اي ريحة غير مرغوب فيها من التلاجة. تمام. فجربي الخطوة دي برضو، وانك تغسليها بخلي كده وانت بتغسليها برضو بيخليها تتخلص من اي ريحة مش كويسة واي ريحة يعني من ريحة الاكل وكده. انا بقى نرص حاجتنا وحطوا لي لايك بقى يا بنات، لان انا تعبت والله العظيم تعبت، ما يغركوش يعني الفيديو متسرع وعمال يجري كده لا انا تعبت وطولت فيها يعني. فبس النتيجة الحمد لله يعني راضية عنها، والنتيجة كده لما بشوفها في الاخر بتنسيك اي تعب خالص يعني. المهم انا دخلت اعمل حاجة حلوة كده كان زوجي طالبها مني برضو بقاله شوية، فعشان كنت زعلانة ايام الحرامية والسرقة وكده، فكنت اصلا نفسي مقفولة ومش عايزة اعمل حاجات حلوة، بس قلت لا طالما الحمد لله اتحسنا كده اعملها له. دي حلوة كده اسمها شعرية بحلويات، بتعمل عندنا في الافراح بتاعة الارياف، فزوجي يعني بيحبها وكده، وهي الناس كلها بيحبوها يعني سواء صغير او كبير الكل بيحبها. عملتها معاكم قبل كده بس ما شاركتهاش بالتفاصيل، وان شاء الله يعني انا بشاركها معاكم دلوقتي باختصار اللي هو بطبق الوصفة معاكم، لكن بالتفاصيل بقى والمقادير والحاجات والطريقة وكده عملتها في فيديو صغير كده هنزله لكم ان شاء الله بعد الفيديو ده على طول، بحيث لما تكونوا عايزين تشوفوه في اي وقت هتشوفوه بسهولة، مش هتكونوا مضطرين تسمعوا الروتين كله. تمام. هي طريقتها سهلة جدا، بتحمر الشعرية بشوية زيت كده او سمنة لحد لما تاخد لون حلو كده، وبعدين تحط لها المية المغلية والسكر وتسيبها لحد لما تستوي وتتردد، وتعملي مهلبية عادية خالص، وتحطي طبقة شعرية وطبقة مهلبية وطبقة شعرية فوقها على الوش، وبعدين تحطي نشا وبتاع ده جوز الهند وشوية شربات بس، وتسيبها تبرد، وبعدين تقطعيها وتاكليها بألف هنا. بطريقتها سهلة خالص، ان شاء الله اعملها معاكم بفيديو منفصل. انا عملتها يعني عامة يعني صورت الطريقة وانا بعملها وهنزلها لكم بعد الفيديو ده ان شاء الله مباشرة. فلو عايزين تعرفوا الطريقة والتكات كده عشان تطلع معاكي ناجحة زي بتاعة الشيفات، والحاجات اللي بتخليها تنجح والحاجات اللي بتخليها تبوظ، تابع اسمها الفيديو اللي جاي ان شاء الله. فده شكلها معايا، هسيبها بقى تبرد وبعدين نقطعها كده في السهرة وناكل منها ان شاء الله. دي بتكون حلوة لذيذة كده وجميلة وسريعة في نفس الوقت، ما بتاخدش وقت يعني ولا مكلفة للدرجة. تمام. تكون شكلها مبهج كده. بعد لما عملت الشعرية وسبتها علشان تبرد، قلت بقى هعمل الغداء او العشاء. هنا ان شاء الله هعمل فرخة كده صغنطوطة كده محشية فرخة بلدي يعني محشي. فالفرخة ده صغنطوط جاي معاكم كده اللي هو كبير يعني، بس هو لا في الواقع اصغر من كده. المهم عملت له هنا الخلطة اللي هي خلطة الرز اللي هحشي بيها. بغسل الرز وبشوحه كده على النار، عملتها معاكم قبل كده يعني، وبشوحه على النار بشوية زيت وشوية ملح وفلفل وبهارات كده، وبقطع معاه طماطمية، ودي الحشوة اللي معتمداها يعني في الفراخ والحاجات دي. فما بملاش بقى الفرخة من جوه رز كتير، لان زي ما قلت لكم هو صغير اصلا، فعشان هيستوي معايا بسرعة، فعشان الرز يعني اسيب له مساحة اللي هو يستوي هو كمان. انا بقول لكم بكتفها كويس بالطريقه دي، بعملهم كده يعني زي المقص كده، الرجلين بعملهم زي المقص، رجل كده ورجل عكسها علشان اقفل عليه كويس. تمام. بالشكل ده كده. وبرده الجلده اللي هي بتاعه الرقبه برده بدخلها كده في الرقبه من جوه، كنت عملتها معاكم قبل كده يعني، عامله معاكم الفراخ المحشيه قبل كده كتير. تمام. بالشكل ده كده برده عشان احافظ على قد ما اقدر ان هو ما يطلعش الرز كتير، وكده كده هينزل شويه بس مش بس علشان يعني نكون محتفظين برده بالحشو اللي جواه. تمام. هنا بقى معايا حله على النار
حاطه فيها ميه تغلي، وهنزل فيها بصلايه كده صغيره وطماطميه صغيره وفصين توم كده مهروسين، ممكن جزر بقى، ورق لورا، حبهان، يعني مستكه، اللي انت عايزه تحطيه في الشوربه حطيه. تمام، بس ما تكتريش توابل او بهارات ناعمه علشان ما تغمقش معاك الشوربه، يعني حاول على قد ما تقدري كل حاجتك تكون صحيحه كده. اول لما قربت تغلي نزلت بالفرخ والقنصه والكبده بتاعته، وهسيبه علشان يستوي يعني، وهدى عليه النار. هنا بقى هطلع الخضار اللي هعمله، هعمل بسله وهعمل كمان يعني بسله يعني ولسان عصفور كده زي ما هتشوفوا معايا. انا بقول لكم ان بكون عامله اكياس صلصه كبيره شويه للمحشي واكياس صغيره للخضار، لان انا ما بكترش خضار يعني، لان زوجي يعني ما بيحبش الطبيخ قوي. وهنا دي عجينه الطعميه اللي كنت عاملاها معاكم لو تفتكروا، شايفين بقى لما بتجمد كده ما بتاخدش مساحه خالص، بحطها في الباب بتاع الفريزر ما بتاخدش معايا مكان ولا مساحه. تمام، تعالوا عشان نعمل البسلة بفرزها بالطريقة العادية خالص، لا بسلقها في مية، احطها في مية مغلية، ولا بشوحها ولا اي حاجة خالص، بفرطها واغسلها وانشفها كويس واقطع معاها الجزر واحطها في الاكياس. ومعتمدة الطريقة دي يعني ما شاء الله جميلة جدا، وحماتي برضو بتعملها بنفس الطريقة، وامي بتعملها بنفس الطريقة، وما شاء الله طريقة جميلة جدا وناجحة جدا، ولا بتسود ولا بيتجلد ولا بيحصل لها اي حاجة، وبتستوي معاكي كده على الريحة. هنا فكيت كيس الصلصه، وهنزل بكيس البسله على الجزر على طول. ممكن تعملي الجزر معاها في الكيس، وممكن تعملي الجزر في كيس لوحده، بس انا بعملهم على بعض يعني. شايفين لونها اخضر وجميل، عايزه اقول لكم دي مفرزاها بقالها كذا شهر، وما شاء الله محتفظه بلونها الاخضر الجميل ده، ولا بتجلد ولا بتسود ولا بيحصل لها اي حاجه. تمام، انا هحط لها شويه ميه كده عشان لو حطيت لها شوربه على طول الشوربه هتبيضها معايا، والطماطم بتاعتي اصلا مش حمرا زي ما قلت لكم، الطماطم الايام دي مش حلوه، فيا رب تحلوه بقى علشان نسبك لنا شويه كده. وهنا الرز ده، فاكرين برضو يوم ما كنت عامله معاكم المحشي اللي هو بتاع ورق الخاص، كانت بقى معايا كده شويه رز، فسبتهم في حله على رف التلاجة، وقلبت معاهم شويه الرز اللي كانوا متبقيين من الحشوه بتاعه الفرخ اللي عملناها مع بعض، فقلبتهم كده مع بعض وهسويهم، وهيكون ده الرز اللي هقدمه مع الاكل ان شاء الله. هحط له كده شويه شوربه وشويه ميه ساعه لما اجي اسويه يعني. تمام، فكسوره بدل لما كنت ارميهم يعني، ما شاء الله كان طعمه لذيذ جدا يعني، طعمه تحفه كده. تمام، ونرجع بقى للبسله بعد لما خدت غلوه كده مع الميه واتسبكت كده، احط لها بقى الشوربه بتاعتها. مش هكتر شوربه لان عايزاهم شويه محبكين كده، ما يكونوش كتير. وان شاء الله ناويه افرز شويه حاجات برضو عصير كده لرمضان، فاكهه يعني، وعايزه افرز برضو شويه بسله كمان وشويه قلقاس، فان شاء الله لو اشتريت الحاجات دي الايام دي وفرزتها هشاركها معاكم بامر الله. هو يا دوب يعني ان احنا لو حد عايز يفرز حاجه لان الحاجه حلوه الايام دي بس غاليه. كل حاجه حلوه الايام دي بس غاليه، بس هي مش هتنزل سعرها، مش هينزل، فنعمل كده شويه على قدنا ان شاء الله. المهم هنا الفرخ كمان كان استوى، فطلعه بقى من الشوربه، لان من نجاح ان يعني من الاسباب ان الفراخ ما تلزقش منك في الطاسه وانت بتحمريها، لازم تكون ناشفه خالص وما فيهاش شوربه، وتكون بارده كمان مش سخنه. تمام، فقبل لما تحمري الفراخ طلعيهم من الشوربه، سيبيهم يصطفوا خالص وسيبيهم يبردوا كده، وبعدين تحمريهم زي ما تشوفوا معايا ان شاء الله تاخد لون تحفه من جميع الجوانب. فده من اسرار نجاح تحمير الفراخ عشان ما يلزقش منك في الطاسه وكده. هنا بقى احط القعد بتاع الرز شويه شوربه وشويه ميه، ما رضيتش احط كله شوربه علشان خاطر لسه هحتاج شوربه برضو لسان العصفور عشان يعني نشربها قبل يعني جنب الاكل وكده. تمام، فاللي على الوش ده بقى شبت طبعا من الخلطه بتاعه المحشي، فما شاء الله كان طعمها جميل خالص، والشبت كان مديها طعم حلو كده. وحطيت لها شويه ملح بس ما كترتش، لان كنت حاطه ملح مع الخلطه بتاعه المحشي، وحاطه ملح في الشوربه كمان، وحطيت شويه صغيرين كده. دلوقتي بقى احمر معاكم لسان العصفور، وعايزه اقول لكم برضو من نجاح يعني نجاح لسان العصفور اللي يكون كويس معاكم ونتيجته كويسه معاكي، تحمري على نار هاديه. والشعريه برضو اللي عملناها مع بعض من شويه اللي هي الحلويات، الشعريه بحلويات برضو تحمريها على نار هاديه، وانا قايله لكم كده بالفيديو اللي هنزله لكم ان شاء الله بتاع الشعريه. الحاجات دي تحمريها على نار هاديه تاخدي منها افضل نتيجه، ولون موحد زي ما شايفين ما شاء الله، ولا حبايه محروقه وحبايه بيضه ولا حبايه كده وحبايه كده، لا ما شاء الله كلهم لون واحد ودرجه واحده. فده علشان محمرهم على نار هاديه. تمام، علشان لسان العصفور معاكي بقى يستوي كويس وما يشربش الشوربه وينش كده ويعجن ويعمل، هتعملي ايه؟ هتسيب لسان العصفور ياخد جلوه مع الشوربه، جلوه واحده بس، وتقومي طافيه نار وسايبه الغطا على الحله، فلسان العصفور بقى هيستوي مع البخار بتاع الشوربه، فهيفضل بقى معاكي من اول حبايه لاخر حبايه، ولا هيشرب الشوربه ولا هينشي ولا هيعجن ولا هيعمل اي حاجه.
تمام. شايفين كده خد غلوة، هقوم طافية النار بقى ومغطية على طول. وقبل الاكل بقى عايزة تسخنيه لو كان برد يعني، لكن ما تسيبوهوش يغلي تاني، هي غلوة واحدة بس. تمام. مين بقى بيحب الخلطة دي؟ ده الرز كده اللي بيقع من الفراخ وهي بتستوي. انا من صغري وانا بحب الرز ده اللي هو بتاع الحشوة. كنت دايما لما ارجع من المدرسة كده وانا صغيرة الاقي ام وعمتي مصفيين الشوربة وسايبين لي الخلطة دي كده على الترابيزة في المطبخ. ولحد دلوقتي والله بيقولوا لما بنيجي نعمل فراخ محشية او كده ويقع الرز دي واحنا بنصفي الشوربة، نفضل نقول فينك يا غدا بقى. فسبحان الله، الحاجة اللي بنحبها واحنا صغيرين بنفضل نحبها حتى لما بنكبر، والعكس الحاجة اللي ما بنحبهاش برضو بنفضل ما نحبهاش، غير نادرا يعني لو أذواقنا اتغيرت شوية. بس يعني في الأغلبية الأكتر يعني بنفضل الحاجة اللي بنحبها نفضل نحبها لحد لما نكبر ونبقى يعني عواجز كده. فأنا بحب الرز بتاع الحشوة ده جدا، بالبصل بالطماطم كده بحبهم مع بعض. شايفين بقى هنا لسان العصفور نضج نضج كامل واستوى سوا كامل، وهي غلوة واحدة بس اللي خدها، ولا فضل يغلي كتير بقى والشوربة تنشف وارجع احتاج احط شوربة تاني ولا اي حاجة، خلاص من الكلام ده، هي غلوة واحدة بس. ودلوقتي بقى هسخنه علشان نقدم الاكل بتاعنا، لان كان زوجي رجع من الشغل بالسلامة يعني. دلوقتي بقى هحمر الفرخة برضو، هقول لكم يعني ازاي ياخد معاك لون حلو من جميع الجوانب وما يلزقش منك في الطاسة. اول حاجة زي ما قلنا لازم نطلعه قبل لما نحمره بشوية حلوين، ما نكونش بنحطه في الزيت كده هو بينقط شوربة، لا، ولا يكون سخن عشان ما يفرقعش برضو مننا والرز يطلع منه. وكمان الطاسة لازم تكون سخنة، الزيت يعني لازم يكون سخن، ما نحطش في الفرخ او الفراخ يعني في الزيت وهو بارد، لازم يكون سخن. وما نقلبهاش كتير، يعني نسيبها تاخد لون حلو كده على الجنب ده وبعدين نقلبها على الجنب التاني، ما نقلبهاش اول لما نحطها لانها هتكون لسه لازقه في الزيت او في الطاسه، فنسيبها كده لحد لما تعمل قشره ويعني وتسيب كده من الطاسه وبعدين نقلبها. تمام. وهنا برضو لو لقيتي جنب كده الزيت مش طايله من الجناح او من الرقبه او كده، يعني ايه، تمسكيها كده وترفعيها بايدك شويه على زيت عشان تاخد لون كويس من جميع الجوانب. تمام. زي ما شايفين معايا كده، ولا فرقعت ولا حصل لها اي حاجه، برغم ان قلت لكم الفرخ صغير يعني المفروض اللي هو يكون ما يتحملش اصلا ويتفتح وكده، بس علشان مشيت على الخطوات اللي قلت لكم عليها دي ما شاء الله بقى كويس وما فتحش منه ولا اي حاجه خالص. هنا زينته انا مش عارفه اقول زينته ولا زينتها لان انا مش عارفه هو فرخه ولا ديك. بس عامه يعني هنا حطيت له شويه خضره محشي يعني كده تكسر اللون برضو تخلي لونه حلو. وهنا الخلطة بتاعت المحشي ما شاء الله مفلفلة وجميلة خالص وريحتها كانت تحفة، يعني تتاكل لوحدها كده من غير اي حاجة خالص جنبها ما شاء الله. تمام. فهقدمهم بقى ونقدم اكلنا، ولسان العصفور بتاعنا والبسلة ما شاء الله جميلة ولونها اخضر وجميل ولا اسودت ولا حصل لها اي حاجة خالص. وجربوا تعملوا البسلة بالطريقة دي، طريقة جميلة جدا. فبس هو ده كان اكلنا البسيط المتواضع، ربنا يديمه نعمة يا رب ويرزق كل جائع على وجه الارض اللهم امين. بالليل بقى قبل لما انام غليت الشوربه وغليت الطبيخ، وقلت علشان يعني افضيهم من الحلل بتاعتهم لانهم كان متبقي شويه صغيرين من كل حاجه، لان طبعا انتوا عارفين احنا اسره صغيره فما بكترش يعني الطبيخ والشوربه وكده. بس الحمد لله دول يعني هيقضيني لتاني يوم ان شاء الله، فقلت اغليهم كده وافضي الحلل. بس بصراحه عشان ما اكذبش عليكم ما غسلتش الحلل في ليلتها لانه كنت بردانه خالص والجو برد وكده، فقلت اسيبهم لتاني يوم عشان يعني ما اغرقش هدومي ميه بقى وابرد اكتر ما انا يعني، فقلت اسيبهم لتاني يوم وخلاص. ده اللي اتبقى مننا الحمد لله يعني هيكفينا لتاني يوم كمان. فبس يعني هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم يكون افادكم باي حاجه حتى لو بسيطه. والشعريه بقى ان شاء الله يعني بالليل كده قطعتها واكلنا منها، بس هشارك معكم بقى المقطع ده في الفيديو اللي عامله معاكم الشعريه بتفاصيلها ان شاء الله، هوري لكم من جوه بتكون عامله ازاي واحنا بناكلها وكل حاجه. فاستنوا الفيديو ده باذن الله هينزل بعد ده على طول. بس واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.